السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير وبالف خير في اتم الصحه والعافيه. امهات ولاد وبنات اللي كيتابعوني كيدعموني كيشجعوني، كنبغي نرحب بالناس الجدد انضموا للقناه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. يوم جديد واكيد فيديو جديد واقتراح جديد. كما شفتوا اليوم غنشارك معكم اندومي بطريقه زوينه بزاف، بتشكيله من الخضار الكروفيت والدجاج. كتجي لذيذه من باب التغيير العشاء هكا ليكم ولوليداتكم، غادي تعجبكم وغتنال الرضا ديالكم. فالمهم في العاده ما غاديش نطول عليكم، غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير فرجه ممتعه. وما تنساوش تخليو لي واحد لايك من باب التشجيع وتبارطاجيو الفيديوهات ديالي باش تعمل فائده والقناه ديالنا تكبر اكثر واكثر. وخلي لي واحد الكومونتير اللي يكون زويون ومحفز بحالكم. فالمهم بالنسبه للمكونات، اول حاجه غادي نحتاج واحد الطنجره اولا كاسرونه اولا مقيله. غادي ندير فيها القليل من الزيت اولا الزبده اللي متوفره عندكم، وغادي ندير قليل من الدجاج اللي ديجا انا غسله مزيان وقطعته شرائح طوليه. يمكن لكم تستغناو عليه الا عندكم هكا الحوت. صافي هنايا الخضر اللي غادي ندير، انا عندي الكورجيت، عندي الخيزو، عندي الفلفله حمراء قطعتهم بشكل طولي. الا عندكم شامبينيون يمكن لكم تضيفوه، بصله، فلفله صفراء او الخضراء، كما يمكن لكم ديروا اللفت الابيض. المهم كيبقى لكم الاختيار على حساب الخضر اللي بغيتو. انا ما كتعجبنيش، عندي الفلفله الخضراء ما كتعجبنيش، بغيتش نديرها وعندي البصله ما بغيتش نديرها، اكتفيت بهاد الفلفله الحمراء كتعطي لو زوين، والخيزو والكورجيت. الا كان الخيزو كياخذ وقت كبير في الطياب فغادي تشحروا الاول، عاد ديروا عليه المكونات الاخرى من بعد ما تبان ليا واحد شويه كما كتشوفوا بسرعه. الخضر كتهبط، ديروها فيه شويه تكون مجهده. هنايا غادي نضيف لي شاسي اللي كيرافقوا ليا الاندومي، هذوك لي شاسي اللي فيهم التوابل والحار للتوضيح فقط. الا مثلا بحال انا درت 10 ديال لي شاسي ديال الاندومي، 10. فبالنسبه لهاد لي شاسي ديال التوابل ما ديرهمش كلهم، غديروا 5 فقط، لانكم غتضيفوا صلصه الصوجه وما غاديش تكون واحد المرق ماشي بحال ملي كنديروها مباشره في الماء. كنديروا لي شاسي كاملهم، حيت كيكون هذاك المرق او هذاك الماء كتير، كتجي هي هذيك. دابا ما كيكونش الماء وغادي نضيفوا صلصه الصوجه، اكتفيو بخمسه ديال لي شاسي فقط. يمكن لكم تستغناو عليهم، انا درت بلوكو ديال الحوت، يمكن لكم تستغناو عليهم ديروا واحد المعلقه ديال توابل السمك اولا ديال معلقه ديال البسطيله ديال الحوت اولا ضمه ديال السمك، كيبقى لكم اختيار. المهم اللوكو اللي كتبغيو غادي تضيفوا. غنضيف هنا تقريبا واحد المعلقه ونص ديال صلصه الصوجه، وغادي ندي ونجيب هاد المكونات مزيان مزيان حتى كندمجوا ليا بهذا الشكل هذا. وديجا قطعت القزبر والمعدنوس، يمكن لكم تخليوه حتى الاخير يكون طري كان افضل. غادي نضيفوا لهاد المكونات، ومن بعد غادي نضيف واحد القليل من الكروفيت. عندي انا كونجلي، الا كان عندكم ضري ضيفوه، انا عندي كونجلي غادي درت غير شويه. المهم داكشي اللي عندكم غادي تقضيو به. يمكن لكم تستغناو على الكروفيت، ديروا تخليو غير الدجاج بوحديتو، كما يمكن لكم ديروا الخضره بوحدها كتجي لوكو ديالها زوين وكتجي بنينه. صافي في هذا الاثناء انا ديجا كنت طيبت الماء وخويتي على اندومي كما كتشوفوا. هي طلقات، غادي نسقطرها وغادي نصفيها مزيان ديك المويها. المهم غديروا الكميه اللي بغيتو على حسب افراد الاسره ديالكم او الاشخاص اللي غادي ياكلوا هذا الطبق. صافي هنايا كما كتشوفوا ها هي الخضيره هبطات. غادي نضيف الاندومي وغادي ندي ونجيب هادشي مزيان ونخليها حتى تشرب، ومن بعد نطفي عليها. يمكن لكم ديروا واحد الرشه ديال القزبر والمعدنوس من الفوق، صدقوني اللوغو ديالها كيجي زوين وكتجي زوينه بزاف. غير هي نقصوا التوابل لان غادي تضيفوا معلقه ديال صلصه الصوجه باش ما تجيكمش مالحه. كنتمنى الطبق ديال اليوم ينال اعجابكم وتجربوه لكم ولويداتكم من باب التغيير هكا في العشاء. استودعكم الله الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم، وما تنساوش كما ذكرتكم في البدايه خليوا لي واحد لايك وواحد الكومونتير اللي يكون زوين ومحفز، وبارطاجي الفيديوهات ديالي عفوا باش تعمل فائده والقناه ديالنا تكبر اكثر واكثر. لاني انا كنشارك معكم اشياء اللي بسيطه بحالي بحالكم، انا يلا كنتعلم. بسلام عليكم.